أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الصلاة خير من النوم. الصلاة خير من النوم. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله.
الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. استقيموا واعتدلوا واستووا صفوفكم فإن تسبية الصفوف من تمام الصلاة. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يشترون الضلالة ويريدون أن تضلوا السبيل والله أعلم بأعدائكم وكفى بالله وليا وكفى بالله نصيرا. من الذين هادوا يحرفون الكلم عن مواضعه ويقولون سمعنا وعصينا واسمع غير مسمع وراعنا ليا بألسنتهم وطعنا في الدين ولو أنهم قالوا سمعنا وأطعنا واسمع وانظرنا لكان خيرا لهم وأقوم ولكن لعنهم الله بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا. يا أيها الذين أوتوا الكتاب آمنوا بما نزلنا مصدقا لما معكم من قبل أن نطمس وجوها فنردها على أدبارها أو نلعنهم كما لعنا أصحاب السبت وكان أمر الله مفعولا. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما. ألم تر إلى الذين يزكون أنفسهم بل الله يزكي من يشاء ولا يظلمون فتيلا. انظر كيف يفترون على الله الكذب وكفى به إثما مبينا. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا أولئك الذين لعنهم الله ومن يلعن الله فلن تجد له نصيرا أم لهم نصيب من الملك فإذا لا يؤتون الناس نقيرا أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما فمنهم من آمن به ومنهم من صد عنه وكفى بجهنم سعيرا إن الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم نارا كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب إن الله كان عزيزا حكيما والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا لهم فيها أزواج مطهرة وندخلهم ظلا ظليلا إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله نعم ما يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا الله أكبر سمع الله لمن حمده اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا برحمتك شر ما قضيت وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر
السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. أستغفر الله العظيم، أستغفر الله العظيم، أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم ونتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم ونتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم ونتوب إليه. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم أجرنا من النار، 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 اللهم أجرنا من النار السالمين. اللهم أنت السلام ومنك السلام وإليك يعود السلام. وحينا ربنا بالسلام وادخلنا الجنة دار السلام. تبارك ربنا وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام. إلهنا يا ربنا يا معبود سبحان الله. سبحان الله وبحمده يا كريم دائما أبدا الحمد لله. الحمد لله رب العالمين على كل حال وفي كل حال وبنعمة. الله أكبر. الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nusalli wa nusallimu ala rasulil karim, amma ba'du. An Umar bin al-Khattab radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu inni la a'lamu kalimatan la yaquluha 'abdun haqqan min qalbihi fayamutu ala dhalik illa harramahu Allah ala an-nar. La ilaha illallah. Dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, ia berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya aku mengetahui satu kalimat yang jika seorang hamba mengucapkannya dengan sungguh-sungguh dari dalam hatinya lalu mati di atas kalimat itu, maka pasti Allah akan mengharamkannya dari api neraka, yaitu la ilaha illallah. Dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, ia berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya aku mengetahui satu kalimat yang jika seorang hamba mengucapkannya dengan sungguh-sungguh dari dalam hatinya lalu mati di atas kalimat itu, maka pasti Allah akan mengharamkannya dari api neraka, yaitu la ilaha illallah. Hadis riwayat Hakim. An Iyad al-Ansari radhiyallahu rafa'ahu qala inna la ilaha illallah kalimatun 'ala Allahi karimatun laha indallahi makanun
وهي كلمة من قالها صادقا أدخله الله بها الجنة ومن قالها كاذبا حقنت دمه وأهرزت ماله ولقي الله غدا فحاسبه. Dari Iyad al-Ansari radhiyallahu, ia merafakkannya, menganggap hadis ini sampai kepada Rasulullah SAW. Beliau bersabda, sesungguhnya la ilaha illallah merupakan satu kalimat yang mulia bagi Allah dan mempunyai kedudukan di sisi Allah. Ia adalah satu kalimat yang barang siapa mengucapkannya dengan jujur, Allah akan memasukkannya ke dalam surga dengan sebab kalimat itu. Barang siapa mengucapkannya dengan berdusta bukan dari hatinya, kalimat itu akan melindungi darahnya dan menjaga hartanya, namun kelak saat berjumpa dengan Allah dia akan menghisapnya. Dari Iyad al-Ansari radhiyallahu, ia merafa'kannya. Beliau bersabda, sesungguhnya la ilaha illallah merupakan satu kalimat yang mulia bagi Allah dan mempunyai kedudukan di sisi Allah. Ia adalah satu kalimat yang barang siapa mengucapkannya dengan jujur, Allah akan memasukkannya ke dalam surga dengan sebab kalimat itu. Barang siapa mengucapkannya dengan berdusta bukan dari hatinya, kalimat itu akan melindungi darahnya dan menjaga hartanya, namun kelak saat berjumpa dengan Allah dia akan menghisapnya. Hadis riwayat Al-Bazzar. Keterangan kalimat itu akan melindungi darahnya dan menjaga hartanya, maksudnya adalah seseorang yang berdusta dalam syahadatnya, ia akan tetap dianggap muslim sehingga oleh pemerintahan Islam ia tetap akan dilindungi dan mendapatkan hak-haknya sebagai seorang muslim. An Nabi Bakrin al-Siddiq radhiyallahu qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man syahida an la ilaha illallah yusaddiqu qalbuhu lisanahu dakhala min ayyi abwabil jannati sya'a. Dari Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu, ia berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah sedangkan hatinya membenarkan lisannya, maka ia akan masuk surga dari pintu mana saja yang ia kehendaki. Dari Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu, ia berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah sedangkan hatinya membenarkan lisannya, maka ia akan masuk surga dari pintu surga mana saja yang ia kehendaki. Hadis riwayat Abu Ya'la. An Nabi Musa radhiyallahu qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, abshiru wa bashiru man wara'akum annahu man syahida an la ilaha illallah shadiqan biha dakhala jannah. Dari Abu Musa radhiyallahu, ia berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, bergembiralah dan berikan kabar gembira kepada orang-orang sesudah kalian, barang siapa bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dengan sepenuh hati terhadapnya, niscaya ia akan masuk surga. Dari Abu Musa radhiyallahu, ia berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, bergembiralah dan berikan kabar gembira kepada orang-orang sesudah kalian, barang siapa bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dengan sepenuh hati terhadapnya, niscaya ia akan masuk surga. Hadis riwayat Ahmad dan Tabrani dalam kitab Al-Mu'jam Al-Kabir. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan kepada kita sehingga kita lebih mudah mengamalkan dan menyampaikan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. حمدا شاكرين حمدا ناعمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم ولعظيم سلطانك. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت وسلمت وباركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم إنا نحمدك ونستعينك ونستهديك ونعوذ بك ونتوكل عليك ونثني عليك الخير كله. نشكرك ولا نكفرك ونخلع ونترك من يفجرك
اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد وإليك نسعى ونحفد نرجو رحمتك ونخشى عذابك إن عذابك الجد بالكفر ملحق اللهم لك الحمد بالإيمان ولك الحمد بالإسلام ولك الحمد بالقرآن ولك الحمد بالأهل والمال والمعافاة لك الحمد بكل نعمة أنعمت بها علينا سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك فلك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم إنا نسألك خير هذا اليوم فضله ونصره ونوره وبركته وهداه ونعوذ بك من شر ما فيه وشر ما بعده ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم